واو. دلوقتي هندوقه مع بعض. بصوا ما شاء الله ما شاء الله متفلفل ازاي، والفول الحراتي بصوا رهيب وروعة وتحفة، وكل الحاجات الحلوة تتقال فيه. اعملوه بالطريقة دي وان شاء الله ان شاء الله هتنبهروا. بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي متابعين قناة نانا هوم. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة جميلة وشتوية برضو واقتصادية، اللي هي الرز بالفول الحراتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي نقول مع بعض المكونات. عندنا فول حراتي اهو، ده الموسم بتاعه بيبقى بالشكل ده. طبعا فصصت شوية منه وقطعت برضو القشر بتاعه كده، اللي هو الرفيع منه، عشان بيدي طعم حلو يعني. وعندنا حوالي دي كوباية كبيرة، وعندنا كوبايتين رز مغسولين متنقيين نضاف يعني، ومغسولين ومنقوعين شوية ومتصفيين تمام. وطماطمايه كبيرة مضروبة في الخلاط أو مبشورة تمام. وشوية بقدونس متقطعين صغير، وبصلاية كبيرة متقطعة كبير، مش يعني مكعبات كبيرة، وفلفلاية حامية حسب الرغبة بتكون متقطعة صغير. وهنضيف له النهارده ايه؟ هنضيف له جزر علشان يسكره كده ويخليه حلو تمام. جزرايه واحده بس ومتقطعه مكعبات صغيره. التوابل بتاعتنا بقى كركم وفلفل اسود حبه صغيرين، يعني ربع معلقه كده، وربع معلقه بابريكا، ومعلقه صغيره كمون، لازم كمون، اي بقول لازم كمون. وعندنا برضو ايه ربع معلقه سكر تمام. وعندنا مكعبين مرقة دجاج، وتومتين مفرومين او مهروسين. دلوقتي هنشوف هنبتدي نعمل اول حاجة ايه. دلوقتي حطينا المادة الدهنية، هنستنى لما الزبدة تسيح خالص كده. واول حاجة هنضيف البصل تمام، نبتدي نشوحه كده. نستنى لما يدبل شوية. ودلوقتي هنضيف الفول عشان لازم يتشوح ويدبل برضو خالص مع البصلاية تمام. وهنضيف التومة تمام كده، التوم المفروم او المهروس. وهنضيف الجزر برضو، الجزر يعني ايه لازم برضو يدبل. يشبه شوية للرز بالبسلة والجزر. والفلفلاية الحامية المتقطعة صغير، لازم النار تكون قوية بس تكوني ايه واقفة قدامها. ومن ضمن البهارات اللي بتتحط برضو معلقة كزبرة مع بعد التوم على طول، او مع التوم على طول، معلقة كزبرة ناشفة تمام. هنضيف دلوقتي مكعبين مرقة الفراخ اهو. الفول ابتدى يدبل تمام. هنضيف بقى ايه البهارات بتاعتنا. احنا ضفنا خلاص الكزبره الناشفه، هنضيف بقى الكركم والفلفل الاسود والكمون والبابريكا والسكر بس كده. وهنبتدي نقلب برضو مع بعض. الفول اهو دبل معانا، دبل اهو خلاص، ريحته روعه 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 ما شاء الله. هنضيف الرز تمام، وهنضيف عليه شويه بقدونس، شبت، كرفس، اي حاجه خضراء عندك
تمام. وهنبتدي نقلبه مع بعض. انا طبعا ما اضفتش ملح لان انا بكتفي بالملح اللي موجود في مرقة الدجاج. اللي عايز يزود يزود، ما فيهاش اي حاجة. طبعا الرز المصري كوباية رز عليها كوباية مية على طول، مفيش كلام ومفيش خلاف. تمام. احنا هنضيف الطماطم دلوقتي. تمام كده، وهنغطيه دلوقتي، واول ما المية تقل هنوطي عليه عشان يتفلفل. خلاص هو شرب المية بتاعته. تمام كده، هوطي عليه عشان يتفلفل. ودلوقتي حبايبي الرز بتاعنا الجميل خلاص اتفلفل وغرفناه. وعملت جنبيه كفتة بالبرغل، احنا عملناها مع بعض قبل كده في فيديو كامل ليها. ودلوقتي هنزينه شوية بقدونس كده. هنزين الكفتة برضو. خلاص كده جاهز وتزين بالبقدونس. وهنحطين معاه مخلل اللفت اللي خليناه مع بعض. تمام كده. وان شاء الله ان شاء الله هتعملوه وهيطلع جميل وهتاكلوه بألف هنا وشفا. والى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.